كانت أمام أنغولا 2-0. كينيا 4 نقاط من خلال انتصار الأول أمام الار دي سي 1-0، ثم التعادل أمام أنغولا 1-1. هذا هو الطاقم التحكيمي: فانسون كابوري البوركينابي من سيقود المباراة، وأبونجيل توم الجنوب افريقي سيقود غرفة الفار. اختيارات طارق السكتيوي. القاعدة تقول المنتخب الذي يفوز لا يتغير، وهذه فيها تسلل أم لا؟ نعم فيها تسلل، فيها تسلل. عن الحلول والباس في العمق لكن عالية السهلة لحارس. تمشي المغربية بنقلة هناك على الطرف القائمة الأول. الدفاع يتدخل، التات مع البدايات، يتقدم بالعمري الكروس، بعد ذلك بالعمري هذه الأرضية، انطلاقة من هناك على الطرف الأيمن، التمريرة والأرضية والضربة الأولى، لكن الدفاع يتدخل. الدفاع كيبواجيك المجال يا بالعمري، ارفع يا بالعمري، هذه كرة جول يا بالعمري، لكن أسهل لحارس سلمان موديامبو. واضح تماما الجهة اليسرى، وبهكذا تمريرات وبهكذا عروض وبهكذا 1 ضد 1 الآن، والمحاصرة موجودة والكرة يحيى في القائمة الثانية بالراس، والجول غريبة وعجيبة، غريبة اللقطة الماضية. القائم لا زال غير كلي على الجهة اليمنى، مفيد في الكنترول. يا سلام يا مساحة الآن، والدخول يا عماد، المرور يا عماد، ماذا هناك يا كابوري، ماذا هناك يا كابوري؟ يعتبر سقوط عادي جدا. إلى الركراكي، كرة للأمام، مرفوع الكرة الأحرار، يا الأحرار في القائمة الثاني. طالت الكرة، طالت إلى الركنية يقول الحكم، هي لمصلحة المنتخب المغربي، والإشارات هي التي لحقت أيوب ملوعة على مستوى الأنف. سيا بعد ذلك الراسية، بعد ذلك لا زالت كينيا. خطأ هنا حاضر. طبعا اللاعبين الكينيين يحتاجون بداية وجود لمسة يد. سلامة تمنى للاعب المغربي. مشاهدي الكرام، دخول الطاقم الطبي، حاول يضغط الآن، أول لمسة من يونس من خلال نقلة بهذا الشكل والتسديد، ولكن مرة جانبية. الكرة تمر جانبية من موتشيري. كينيا عندها نقطة إيجابية على فكرة، ومصدر خطورة تسديد من خارج منطقة الجزاء. لمن تابع مباراة كينيا أنغولا سيعرف ويدرك تماما بأن منتخب كينيا الأمور تكون بخير. ليعود سريعا أيوب من جديد، يرفع في القائمة الثانية بالراس. أوكوارو حاول يمر مع أوكوارو، هذا أوكوارو العرضية لمونتي، العرضية بعد ذلك في القائمة الثانية بالراس. من يساند أيتور خان، الكرة على جهته اليمنى، مدافع سراج عنده الكرة الآن. عمري زاد في السرعة بالعمري، لكن بعيدة على الكعب. الجزاء لا زالت كينيا بالراس، الأحرار بعد ذلك السهلة، وانطلاقة من عماد هنا في العمق. ممتازة في اتجاه المهراوي، هربت عليه قصيرة لمفيد. مهراوي الآن 1 ضد 1. الأحرار يرسل الكرة للكينيين، مرفوعة عماد، رجعت كينيا التسديدة، والكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية. نعم شوف المغرب، يا عماد والضربة الآن والتسديد الآن، لكن أوديامبو المهراوي في أول كرة، المهراوي في أول تسديدة، أوديامبو يجيب بسرعة. أول تسديدة من خارج منطقة الجزاء مؤثرة من مهراوي. منتخب المغرب هذه ثاني مباراة، هذه الكرة للأمام ربيع حريمات، والمرتدة الكينية الآن، ولكن لا زالت صعبة. الهدف الأول لفائدة المنتخب الكيني. مشاهدي الكرام، هدف يأتي عن طريق اللاعب أوغام، هفوة في منطقة الجزاء. أوغام يتمكن من تسجيل الهدف. إذا النتيجة تتغير على بعد لحظات قليلة من هذا شوط المباراة الأول. الأفضلية كينيا، يعني تقريبا هذه ثاني فرصة لمنتخب كينيا يتمكن من خلال أوغام من التسجيل، وفرحة جماهير الكينيا بهذا الهدف. لا تصدق ما حصل في اللقطة الماضية. كينيا بتحركات الهجومية مستغلة بعض الأخطاء
يمر مفيد، يلا العرضية مفيد، العرضية ارتباك، يلا يا عماد، يا الرياحي سدد الرياحي، سدد الرياحي. هنا أولى ردود الفعل بعد هدف اللاعب أوغان في سقوط مهراوي. نعم خرج البطاقة الحمراء. شوف هنا كان ممكن لا قدر الله تكسر الساق. نعم هذا هو الصواب، بطاقة حمراء. هذا هو القرار الصائب، بطاقة حمراء. هنا في الشباك يا بالعمري، ممكن أراه في الشباك يا بالعمري. ديامبو في المكان المناسب. مباراة الثاني سابر، مرفوع الكرة الراسية، لا زالت في موي. هذه الكرة البينية، فرص، اضرب التسديد، الكرة مرة جانبية. ميري في اول ضربه، في اول لمسه كاد ياتي بالهدف. التمريره ذكيه من طرف انس باش. شوف انس، اللمسه البينيه رياحي، عينك يا عماد، العرضيه فيها جول. بالعمري كان قريب، والاسبقيه كانت ديال المدافع، تمركز رائع لبالعمري في الخبر. مرر الكره لمفيد، العرضيه، ارفع كره مفيد، انس باش يرفع كره بالراس. كينيا من جديد، هذه خطيره، والحكم يقول ماذا؟ الحكم يقول ضربة جزاء. يعني من كرة ميتة، هنا أين هي ضربة جزاء؟ لا أعطيها من زاوية أخرى. يتدارك. نعم هذا هو القرار السليم، ضربة جزاء خيالية. الحكم التي دفع بها طارق السكتيوي مع انطلاق الشبيع. هنا تسدد الكرة لابعاد الى الركنية. هذه الإعادة، العرضية البينية ممتازة ذكية، عليا يا حريمات، العرضية في العمق، لا الكل محاصر مراقب. وسط الميدان مع الصابر، بسرعة يا صابر، البينية يا صابر، شي واضرب يا المليوي، يراوغ المليوي تهز الشباك، ومفيد الآن بعيدة يا مفيد، شي اليمنى الرحولي، يمر العرضية بعد ذلك خطيرة، والهدف يضيع. صابر بوغرين حطها في تحت يا صابر، أعلى يا صابر، والكرة إلى ضربة مرمى صابر بوغرين، كان قريب من إدراك هدف التعادل. لمسة جميلة جدا، صلاح الدين الرحولي في العرضية، واللمسة الأخيرة افتقدت للدقة يا صابر يا بوغرين. هدف الشباب لم نشاهده في الدقائق الماضية. الجهة اليمنى لانشاد مع وجوه زادت، والروح الانتصارية حاضرة. هذه البينية ممتازة، وميري العرضية، ارفع الكرة الركنية، بعد ذلك تأخر بعد الشيء. هنا كان في تردد في كسرة صابر، مرفوع الكرة بالراس، الوادني بالراس، لكن اوديابو في المكان المناسب. مباراة تتوقف مجددا، إصابة اللاعب مروان الوادني. سلامات مروان، المرة الثانية يسقط فيها الوادني على فكرة، المدافع. هذه الإعادة مرة أخرى، هذه ممتازة، تمريرة غير معقول، كرة بالعمري تضيع، فرصة بالعمري للتعديل بعد بناء هجومي محكم. شوف تمريرات في منتهى الروعة.